باسل طبال، الحمد لله على السلامة. بالتأكيد هذه المدينة مدينة نيويورك وتحديدا نيو جيرسي ستكون معقلة لمعسكرات البرازيل والمغرب قبيل كأس العالم. ما هو مدى الترقب قبل انطلاق البطولة خصوصا قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخب المغربي والبرازيلي؟ تحية لك نابغ، مساء الخير من هنا من قلب مانهاتن من تايم سكوير، هذا المكان المكتظ دائما بالزوار وبالسواح ودائما لا ينام، وشاشات عملاقة على مد النظر هنا في هذا المكان بإمكانك أن تشاهدها كما تشاهد خلفي الآن. بدأنا نشاهد هنا معالم كأس العالم على هذه الشاشات. في المجمل نشاهد صورة فينيسيوس جونيور، وسألتني عن منتخب البرازيل. أولا كل توفيق للجميع في هذه التغطية المستمرة حتى 19 من شهر يوليو المقبل، بأنك سألتني عن البرازيل والمنتخب المغربي اللذين يعسكران هنا في نيو جيرسي، في موريس تاون، في ريد بول نيويورك بالنسبة للمنتخب البرازيلي، وفي بينغري سكول بالنسبة للمنتخب المغربي. طبعا هذه مباراة جماهيرية بالنسبة للمنتخبين البرازيل وكذلك المغرب. هناك الكثير من المغاربة الذين يعيشون هنا في نيويورك، التقينا بهم بشكل كبير، وهناك ترقب كبير لهذه المواجهة. طبعا هناك وضعيات مختلفة بالنسبة للمغرب الذي بدأ أو الذي أنهى كأس العالم بوضعية رائعة، وعليه الضغط لكي حتى يستمر في هذه الوضعية في هذه البطولة، وهناك ضغط كبير على منتخب قدم الكثير في البطولة الماضية، على عكس المنتخب البرازيلي الذي أخفق في 5 بطولات متتالية. وفي حال أخفق في هذه المرة فستكون الإخفاق السادس في مسيرته، ولم يحصل في تاريخ مشاركات المنتخب البرازيلي في كأس العالم، في تاريخ مشاركاته. لذلك عليه أن يفوز في هذه البطولة حتى لا يحصل ذلك. طبعا هناك ضغط كبير على المدرب كارلو أنشيلوتي الذي أيضا مجبر على الذهاب بعيدا في هذه البطولة، أول مدرب أجنبي في تاريخ المنتخب البرازيلي. ترقب كبير لهذه المباراة، أولى مباريات التي ستقام هنا في نيويورك نيو جيرسي، وهي ربما من أجمل المباريات في الدور الأول. من باسل طبالة تحول مباشرة إلى إبراهيم خضر هناك في ميامي. مرحبا بك إبراهيم. ميامي ستكون فيها 7 مباريات، وأول مباراة ستكون بين السعودية وأوروغواي، إضافة إلى قمة لاتينية قوية تنتظر البرازيل وكولومبيا هناك. حدثنا عن آخر التحضيرات لهذه المدينة قبل كأس العالم، خصوصا أن ميامي بات اسمها مرتبط مؤخرا بتواجد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي. بالفعل هي المدينة المرتبط اسمها بليونيل ميسي، بلويس سواريز، بديبول من المنتخب الأرجنتيني كذلك. وأيضا هنا ستكون هذه المباراة كما ذكرت الأوروغواي والسعودية في هذه المدينة منذ وصولنا في حوالي الساعة 5 فجرا حتى هذه اللحظة. هي أول مرة أتكلم فيها العربية، لأن في هذه المدينة الإسبانية هي الطاغية، سواء في الدخول في المطار وإجراءات الهجرة والجوازات، سواء في الدخول للفندق، في تناول وجبات الفطور والغذاء. الكل يتكلم هنا بالإسباني، وهو هذا حال مدينة ميامي كما تعرف بهذا المعقل اللاتينوس ومعقل لسكان أمريكا الجنوبية. وهي ستكون المعسكر الأساسي لكل المشجعين الذين سيأتون من أمريكا الجنوبية، سواء البرازيل، سواء الأرجنتين، الأوروغواي، كولومبيا، الباراغواي. المعظم والغالبية العظمى ستعسكر هنا من المشجعين، ومن ثم سيذهبون لمختلف المدن الأمريكية لمتابعة وتشجيع منتخباتهم، كما هو الحال على سبيل المثال مع المنتخب الأرجنتيني في كانساس وفي دالاس عندما سيواجه في مبارياته. فبالتالي في هذه المدينة حتى الآن تعودت على أن تكون مقر للبطولات. العام الماضي كانت من ضمن كأس العالم للأندية، وأيضا من الاستعدادات الأمنية تعودت هذه المدينة على أن تستقطب وتكون المدخل الرئيسي، وكما تسمى في أمريكا الجنوبية هي عاصمة أمريكا الجنوبية في الولايات المتحدة أو في أمريكا الشمالية. لهذا ستكون الأنظار متجهة نحو ميامي طوال 7 مباريات كما ذكرنا: الأوروغواي، السعودية، البرازيل وكولومبيا، في تحديد المركز الثالث والرابع. هذه المدينة ستكون حاضرة من أول يوم حتى آخر يوم في كأس العالم. من ميامي من إبراهيم خضر مباشرة نتحول مشاهدينا إلى سامي سهمود من أتلانتا. مرحبا بك سامي من وسط مدينة أتلانتا. حدثنا عن الأجواء من حولك، كيف تبدو المدينة، معالم المدينة قبل أيام قليلة من ركلة البداية لبطولة كأس العالم؟
نعم نابغ، مساء الخير، تحية للجميع ونتمنى تغطية موفقة لجميع الزملاء. أحدثك من قلب مدينة أتلانتا، وكما ترى خلفي الحلقات الأولمبية الخمس، ولهذا قصة لأننا موجودون فيما يسمى بالحديقة الأولمبية التي بنيت لتحمل إرث عام 1996 عندما استضافت هذه المدينة كما تذكر الألعاب الأولمبية آنذاك، وكان محمد علي كلاي هو الذي أوقد الشعلة في تلك السنة. طبعا وسط مدينة أتلانتا يعج بالكثير من الفعاليات، وهناك مركز للمؤتمرات في هذه المنطقة. لكن نابغ، في عجالة سأقربك من صورة ما يحدث في هذه الحديقة الأولمبية، لأنها أيضا ستكون المكان المخصص لمنطقة المشجعين أو الفان فيستيفال. لم يفتتح هذه المنطقة، لن تفتتح حتى اليوم الأول من انطلاق منافسات كأس العالم. لكن المصور ريكاردو سيقربكم على ما يجري في هذه اللحظات. تجري أعمال على قدم وساق لتجهيز هذه المنطقة لتكون على أهبة الاستعداد لاستضافة آلاف المشجعين. ومما علمناه من اللجنة المنظمة أن منطقة المشجعين لن تقتصر فقط على فعاليات لكرة القدم، بل إنها ستكون هناك فعاليات للعائلات. تعرف أن كرة القدم ليست اللعبة الشعبية الأولى، وبالتالي هناك محاولات لجذب أكبر عدد من الأشخاص لوجود التواجد في منطقة المشجعين، سواء على المستوى العائلي أو حتى أولئك الراغبين في متابعة كرة القدم. معروف أن أتلانتا ستستضيف 8 مباريات. المنتخب المغربي سيلعب ضد هايتي هنا، والمنتخب السعودي سيلعب ضد المنتخب الأسباني في مباراة صعبة. نصف نهائي أيضا سيقام في هذه المدينة. أشهر معالمها بالتأكيد وأحد أجمل ملاعب هذا المونديال هو ملعب شركة مرسيدس، يطلق اسمه على هذا الملعب، لكن في هذا المونديال سيكون اسمه ملعب مدينة أتلانتا. الأجواء تكبر شيئا فشيئا من ملاحظاتنا هنا في هذه المدينة، والطقس كما ترى جميل ومهيأ لبداية مونديال يتمنى أن يكون في أفضل حلة لهذه المدينة الواقعة في الجنوب الأمريكي. وهو الهدوء الذي من حولك سامي سهمود من أتلانتا تحول مباشرة إلى هدوء آخر في منطقة أخرى، وتحديدا من دالاس مع نسيم طالبي. مرحبا بك نسيم. تم اختيار مدينة دالاس لاستضافة 9 مباريات من كأس العالم فيفا 2026، من ضمنها 4 مباريات في أدوار خروج المغلوب من المسابقة. حدثنا أكثر عن آخر التحضيرات في المدينة قبل انطلاق الحدث الأهم كأس العالم، والهدوء الذي يبدو من حولك في هذه اللحظات نسيم. تحية طيبة لك نابغ ولمشاهدينا الأفاضل. ال9 مباريات تحتضنها هذه المدينة دالاس، وهذا العدد هو الأكثر، يعني أكثر المباريات التي ستلعب وستحتضنها مدينة هي مدينة دالاس. 9 مباريات من بينها مباراتين في الدوري الثمن النهائي، مباراة في الربع النهائي، ومباراة أيضا في الدوري النصف النهائي. المباراة الأولى التي ستلعب في 14 من هذا الشهر في ملعب دالاس ستاديوم بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني. المنتخب العربي الوحيد الذي سيلعب في هذه المدينة هو المنتخب الأردني في 27 من هذا الشهر أمام المنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين التي ستلعب مباراتين في هذه المدينة، وكذلك الأمر لكن يتعلق الأمر أيضا بالمنتخب الإنجليزي الذي سيلعب أيضا مباراة في هذه المدينة. تحضيرات انتهت بحسب المنظمين القائمين على هذا المونديال، ولكن الهدوء هدوء كبير جدا هنا يحوم حول هذه المدينة وهذا الملعب، وأيضا ما تشاهدونه خلفي الثيران التي هي الصورة النمطية لهذه المدينة، رعاة البقر، رعاة الغنم، ولكن الكل يتحدث عن هذا المونديال. الحديث أيضا عن المباريات التي ستكون أكثر منها استعراضية في ملعب دالاس ستاديوم. قيل لنا بأنها ستكون بمثابة سوبر بول مصغر في كل مباراة بالأهازيج، بالتفاعلات والفعاليات الغنائية هنالك بين الشوطين، وأيضا كل ما يحدث داخل وخارج الملاعب والفانزون، وأيضا كل ما يتعلق بالنشاطات الثقافية الغنائية التي ستكون كبيرة مبهرة بحسب القائمين على هذا المونديال هنا في هذه المدينة دالاس. منك نسيم طالبي من دالاس تحول مباشرة إلى كانساس سيتي مع إبراهيم خضرة. مرحبا بك إبراهيم. كانساس سيتي نقول عليها أنها المدينة التي ستستقبل بطل العالم المنتخب الأرجنتيني مع ميسي، وأيضا لا ننسى أن الجزائر المتربصة لتقديم مونديال استثنائي خصوصا بعد غيابها عن نسخة 2022. حدثنا عن آخر التحضيرات في هذه المدينة لهذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم، خصوصا أيضا أنها ستستقبل صدام الجزائر والأرجنتين في الجولة الأولى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في افتتاح تغطيتنا لهذا المونديال الرابع بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، لكنه الاستثنائي بالنسبة لكل أمريكي في هذه المدينة تحديدا التي تمثل قلب الولايات المتحدة، في وسط الولايات المتحدة تحديدا الوسط الغربي. مدينة يبلغ عدد سكانها قرابة 2 مليون نسمة، تمتد على ولايتي كانساس وميزوري. في هذه المدينة الهدوء سمة الموقف،
الموقف، لكن هناك الكثير من الاستعدادات، هناك الكثير من هناك الكثير من الحراك على مستوى استقبال عدد من المنتخبات التي اختارت هذه المدينة ومحيطها تحديدا كمقرات للمعسكرات التي ستحتضن البعثات الخاصة لبطل العالم المنتخب الأرجنتيني، إضافة لمنتخب الجزائر وأيضا الأسود الثلاثة منتخب إنجلترا لن يكونوا ببعيدين عن هذه المدينة، ومنتخبات أخرى تستعد. الأهالي هنا قد لا يكون لديهم معرفة كبيرة بكرة القدم بتفاصيلها بأحداثها، لكنهم يعرفون جيدا أنهم يحتضنون العالم في أيام ستكون واعدة على مستوى الاستثمارات، على مستوى اقتصاد هذه المدينة. إبراهيم خضراء من كانساس سيتي. سأتحول الآن إلى كندا لأرحب بضياء الفاتح من تورونتو. مرحبا بك ضياء. تورونتو ستستضيف ما يصل إلى 6 مباريات في كأس العالم، ما هو إيقاع المدينة قبل المونديال، وهل هناك من أي مشاكل قبل انطلاق البطولة؟ مساء الخير، تحية لكم جميعا. إذن تورونتو طقس حار جدا، لكن هذا الطقس ربما ينفح الجميع بالمزيد من الروح المعنوية العالية جدا. الانفتاح على العالم هذا هو شعار هذه المدينة، وستشاهد بعد قليل نابغ من خلفي حتى تحت طقس حار جدا الكل يلعب كرة القدم. ربما ستكون المدينة المفاجأة جماهيريا، باعتبار أن تورونتو في الصيف طبعا دائما ما تكون مزدحمة، وهي العاصمة الاقتصادية وأكبر مدن كندا، بالإضافة إلى أنها العاصمة الثقافية نابغ، وأضيف إلى ذلك أنها مدينة شابة ترى فيها دائما الوجوه الشابة. هنالك تلاحم وهنالك انسجام واندماج عجيب بين سكان هذه المدينة. 150 حي هنا في مدينة تورونتو سيسهمون بشكل كبير تحت شعار العالم في مدينة من أجل الاحتفاء بكأس العالم 2026. ملعب تورونتو الذي طبعا صمم ليشبه ملاعب الدوري الإنجليزي من خلال المظلة الكبيرة، والذي من خلاله تأهلت وعادت كندا لكأس العالم بعد غياب 36 عام في عام 2022. أيضا سيكون لأول مرة يشهد افتتاحا لمباراة